السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم فكرة جديدة وكل يوم حاجة جديدة وكل يوم جديد. أولا صلى على الحبيب قلبك يطيب. ولو كملتوا الفيديو للآخر قولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على النبي، وما تنسوش دعمكم ليا عشان أقدر أكمل فيديوهات. لايك وشير ومتابعة عشان يصل لكم كل جديد. فكرة جديدة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة. حاجة اسمها بياض التلج. يا رب الفيديو يعجبكم ويعجبكم إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. حاجة سهلة وبسيطة والأطفال هيحبوها لو عملتوها. تعالوا معايا أقول لكم على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت حلة زي ديت على نار متوسطة، نزلت فيها بمعلقتين زبدة وأربع معالق من السمنة. اللي عنده زبدة يحط، اللي عنده سمنة يحط، بس أنا ضفت الاتنين مع بعض وقلبت كده بالمضرب لحد ما لما دابوا تماما على النار. بعد كده نزلت بكوباية إلا ربع دقيق، قلبت كمان بالمضرب. بعد كده هنزل بأربع معالق كبيرة من لبن البودرة. حطيته على النار وسبت شوية عشان خاطر اللبن ما بيلسع بسرعة. على نار هادية أهم حاجة. بعد كده بعد ما خلاص، بعد ما قلبته وبقي تمام سبته على الجنب لغاية لما يبرد. جبت حلة كمان نزلت بلتر لبن ونص كوباية سكر. هبدأ أقلب اللبن كده لحد ما السكر يدوب، وهسيبه شوية كده لغاية لما قرب اللبن يغلي. لغاية لما قرب يغلي على طول أبدأ أشيله من على النار. ونزلت باتنين ظرف فانيليا. عند ما اللبن ما يبدأ يغلي أبدأ أنزله على النار، وأجيب المكونات اللي عملتها في الأول وهسكب اللبن فيه. بعد ما برد المكونات الأولانية سكبت اللبن عليه وهو سخن، وهقلب بالمضرب. هفضل أقلب بالمضرب كده لحد ما القوام يتقل معايا. بعد ما يتقل معايا أبدأ أسكب المكونات ديت في الأطباق وهو سخن. أهم حاجة هو سخن عشان لما يتقل أبقى صعب عليكم لما تسكبوه في الأطباق، عشان بينشف بسرعة ويتقل. أبدأ أعمل المكون التالت، الصوص شوكولاتة. نزلت في الشفشة كده معلقتين كبيرة من الكاكاو الخام، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الحليب البارد. ويكون الحليب البارد دوت يكون مغلي قبليها لغاية لما يدفى. وشغلت بقى الخلاط واسكب اخر حاجة الزيت كده، اسكبه شوية بشوية عشان خاطر الصوص الشوكولاتة يتقل معايا. بعد ما سكبت الزيت وكله دخل في بعضيه كده خلاص تقل معايا. بقت بالطريقة دي. بعد كده فضيته في المج ونزلت بشوية حليب عشان خاطر اقدر اسكبه في الاطباق لغاية بقى بالشكل ده. وسكبته في الاطباق كده وبشرت شوكولاتة من فوق. يا ريت تقولولي ايه رأيكم في الكومنتات في الفيديو ده، وما تنسوش دعمكم ليا. حاجة سهلة وبسيطة، مكوناتها سهلة وبسيطة ومش مكلفة. والأطفال هيحبوها.
ولو عملتوها هتعملوها تاني. وزينتها في الآخر كده بجوز الهند، بقت بالشكل ده. وألف هنا والشفا، وصلوا على الحبيب، قلبك يطيب. لايك وشير ومتابعة عشان يصلكم كل جديد.